من أسباب الهداية إنه قلبي قفك النور الهداية أي دكتي وحال لقو قرتا أبوي رسولك دارت وارتانك وصاحبك إلا قدام بين أيو أيو قفك مؤمنك قلبي سجع العذاب رسولك والاستعداد للموت قبل نزوله والاستعداد للموت قبل نزوله على مدى صدح هذا مؤمنك لقو قرتا وحاكمد أبو يوري رسولك انت قفك مؤمنك أجش وأيسن كوئمن أسقى مشهد وديار من منا لا يكره الموت كما أنت مسلمين تا نولش يجريدا نولش نجعل له أشياء ماتريال كي العقدة يا عملك الصالحة قلبي إنه هذا دباتة إنه قلت ما دوحه إلنا يا لعقته إلنا يا وحول العقد هذا هيسا مشاكلك ويحل اسمه خالق يا مخلوق أنا ما أنتم مدوا كلا قرن الله الهيبة خالق يا مخلوق أنا ما أنتم مدوا كلا قرن الله الهيبة خالق يا مخلوق إلهي ما دون يا قلبي عمالك لإنه وجهت إلا حق سمويانه وما شيء إلهي أدونك وكفير يبو رسولك لقلبه علينا أن نحسن منظر الرحمن منا إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم ولله المثل الأعلى أو الشقادة دي كيمدي هذا قولك هردد أدو قلت ما دحاس كاغي ونكال ولا فدي كور